السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جربة وصفتي. انا صراحة ما كنتش عاملة حساب ان انا هصور يا جماعة، بس لما بدأت اجهز في وصفة الفطار فقلت هي فكرة ممكن اديها لاخواتي واصحابي اللي حابين يمشوا على نظام الدايت، اللي احنا قلنا هنبدأ سلسلة في وصفات واكلات الدايت، ينفع معانا فطار وينفع معانا عشاء. فهنبدأ نعمل مع بعض وصفات خفيفة كده مع الاكل العادي للي حابب ان هو يمشي على اكل صحي او يقلل من وزنه. فزي ما انتم شايفين كده معايا باذنجان رومي اهو، انا كنت بدات دخلته الفرن ورجعت طلعته تاني عشان اصوره معاكم اهو. ومعايا بصل، البصل ده هشويه ولما يتشوي هبقى اقشره. ومعايا دي بطاطس اهي هدخلها الفرن برده هشويها. انا مش حاطه اي ماده دهنيه خالص يا جماعه، انا هشوي الشوي العادي، حطاهم على صاج عادي للشوي كده. هدخلهم معايا الفرن اشويهم وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خليكم معانا، دي بعض الافكار اللي ممكن تجهزي منها فطار او عشاء للدايت، واكلات صحيه وسهله وطعمها كمان في منتهى الجمال. يلا خليكم معانا، هنكمل الفيديو للاخر وشوفوا هنعمل ايه. ويلا خليكم معايا. بصوا كده يا حبايب قلبي، اللي طلع معانا دلوقتي البتنجان. احنا هنسيب طبعا معانا هنسيب معانا البطاطس لما تستوي. هنبدا ناخد البتنجان زي ما انتم شايفين كده اهو، نقشره. طبعا البتنجان المشوي احنا عارفين ان هو بيكون خفيف وصحي. اهوت يا جماعه بيتقشر معانا بسهوله خالص اهو. هبدا اخده معايا كده واحطه معايا في طبق اهوت شويه، وهجهز بقى الدقه اللي هنحطها عليه. طبعا البتنجان استوى خالص، مش مستحمل حتى ان انا انقله. اهوت يا جماعه هبدا اكمل بقيه البتنجان معايا وهنشوف بقيه الحاجات اللي بتتشوي معانا. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين انا هرست البتنجان معايا، هعمله بابا غنوج بطريقه صحيه برضو جميله. وزي ما انتم شايفين ده البصل اهو، البصل المشوي بيكون طعمه حلو يا جماعه وبيدي قيمه غذائيه عاليه، وكمان هيدي معاكي شبع وفي الاكل علشان ما تحسيش ان انت حابه تاكلي اكل كتير، وفي نفس الوقت سعراته الحراريه قليله مش عاليه. ده معايا البتنجان انا عملت له دقه اهي. ده فلفل وثوم وكمون. وكمان هبدأ كده انزل عليه بالليمون اهو يا جماعة. دي وصفات فطار تنفع اكل عادي، تنفع اكل صحي، تنفع اكل دايت. سعراتها الحرارية مش عالية وفي نفس الوقت معاكي بالطعم كويس. ما انتش حاسة ان انت محرومة من اكل، لا حاسة ان انت بتعملي الاكل برضو وحاسة بطعمه معاكي. لان الواحد يا جماعة لو عمل دايت وحرم نفسه بيرجع بسرعة تاني، وبيرجع تاني للاكل الغير صحي، فبيرجع وزنه يزيد اكتر من ما كان عليه. فلازم ان احنا نعود نفسنا ان الاكل اللي احنا نعمله نحاول ان احنا نقلل سعراته الحرارية، وفي نفس الوقت نعمل الاكل اللي احنا متعودين عليه علشان خاطر ما نحسش باي تغيير. زي ما انتم شايفين معايا خل اهو، شوية خل كده كويسين. ومعايا كمان زبادي اهو، بسم الله. حط معلقتين كبار. بصوا يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين احنا حطينا معانا هنا الزبادي والخل والدقه بالثوم والكمون والليمون. هنبدا كده بقى ان احنا بسم الله ندوب كده الزبادي معانا في الخلطه دي اهي. هنحط معانا شويه من الطحينه مش كتير، علشان طبعا احنا عارفين ان السمسم مفيد ومغذي، بس علشان طبعا احنا مش عايزين يكون معانا نسبه دسم عاليه. انا كده كده ما حطيتش زيت معايا على البتنجان ده اهو. حابه تحطي معلقه زيت زيتون مفيش مشكله. انا هشوف هحط الخلطه دي معايا وهدوقه وهشوف ان كان هيحتاج معايا زيت هحط له معلقه زيت زيتون او زيت ذره على حسب المتوفر عندك.
اهم حاجه تكون معانا حاجه تكون صحيه، ويكون الدسم بتاعها قليل وسعراتها الحراريه قليله. بسم الله. الخلطه دي ممكن تخلطيها في الخلاط، وممكن تسيبيها زي ما هي كده على حسب ما انت حابه، بس انا مش عايزه انعمها قوي علشان عايزه احس معايا بالياف البتنجان اللي معايا، لان كل ما بيبقى معاكي الاكل فيه الياف وبتمضغي فيه اكتر كل ما بيساعد معاكي على الهضم، وفي نفس الوقت بيشبع اسرع، ما بيخليكيش تاكلي كتير اهو. اما الاكل السهل طبعا الحاجه الناعمه السهله دي ما بتستعملش معاكي مجهود كتير، فطبعا بتجوعي بسرعه وبتخليكي تحسي بالجوع اهو. هبدا اقلب كده معايا وهدوق اشوف لو هحتاج زيت زيتون هنعمل، وهنشوف بقى هنعمل ايه معانا في البطاطس المشويه دي. ويلا خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي كده انا ظبطت معايا البتنجان بابا غنوج ده، سهل وجميل وتحفه وفي منتهى الجمال. انا ما حطيتش عليه زيت يا جماعه غير نقطتين بسيطين خالص، وممكن تستغنى عنهم، يعني مش جايين مع نص معلقه صغيره من بتاعه الشاي، يعني كتظبيط للون بس. هو زي ما انتم شايفين، وحابه تستغنى عنه الزبادي والطحينه، طبعا غنيين عن اي زيوت، ومعانا وصفه صحيه وكويسه. دي معانا بقى البطاطس اهي زي ما انتم شايفين اتشوت معانا. هبدا ان انا اقشرها بقى واحطها في طبق كده، وابدا اظبط لها برده الملح بتاعها. هحط عليها كمون، وهحط عليها زيت زيتون لو مش حابه. بصوا كده يا حبايب قلبي البطاطس اهي بعد ما قشرتها كويس وهرستها زي ما انتم شايفين كده. هبدا احط عليها شويه كده من الفلفل الاسود، اظبط بقى الملح بتاعي، شويه من الفلفل الاسود كده، وكمان شويه من الكمون اهو، على حسب ما تظبطي الملح معاكي. وحاولي ما تخليش الاكل معاكي حادق علشان الملح الكتير بيحبس السوائل في الجسم. ومعانا زبادي اهو يا جماعه. هبدا انزل معايا الزبادي طبعا قيمتها الغذائيه عاليه، ومعانا احنا عارفين كمان ان هي بتساعد معانا في خساره الوزن اهو. انا بوريكم افكار يا جماعه تقدري ان انت تعمليها وتمشي بيها ووزنك يقل، وفي نفس الوقت اكل طعمه كويس وحلو، ما انتش حاسه ان انت بتاكلي اكل دايت ملوش طعم، لا اكل كويس وجميل وكمان مفيد. وكمان ما ضغطتيش نفسك ان انت عشان تعملي دايت يبقى ليكي اكل مختلف ولازم تشتري وتعملي ميزانيه للاكل الدايت. لا، انت تقدري ان انت تعملي دايت باكل البيت العادي، بس تغيري فيه شويه تغييرات بسيطة بس في اسلوب الاكل علشان خاطر يبقى معاكي الاكل كويس ويخفف من الوزن. انا معايا البطاطس دي طبعا من النشويات، تقدري تستعوضي عنها عن العيش بيها، تاكلي بطاطس بس من غير عيش. حابة تاكلي معاكي عيش بلدي برضو ما فيش اي مشكلة، على حسب طبعا وزن كل واحد وعلى حسب السعرات اللي جسمه محتاجها. طبعا كل جسم حسب سعراته على حسب الوزن بتاعه. طعمها جميل يا جماعه. عايزه احط معاه شويه صغيرين خالص من الزيت. بصوا يا حبايب قلبي دي كانت وصفتنا النهارده، ده وصفه البابا غنوج الدايت يا جماعه للاكل الصحي. وده كمان معانا البطاطس المشويه اهي، وعندك جبنه قريش، عندك كذا كذا اختيار تقدري تعمليه. ومعانا القته، واحنا عارفين ان القته دي يا جماعه حلوه قوي في الدايت. ومعانا ده البصل اللي احنا شويناه. دي بعض الافكار اللي بقول لكم عليها، ممكن تعملوا منها فطار او تعملوا منها عشاء زي ما انتم شايفين، واكل من البيت وصحي وكمان طعمه جميل ولذيذ، وبيختلف كمان معانا عن الاكل اللي احنا متعودين عليه اهو زي ما انتم شايفين. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.